السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشارككم طريقتي في تحضير اللوبيا الخضراء أو لوبيا ماشطو سوتي أو مشرملة، وإحنا في منطقة الشرق نسميوها زاليغو. وبما أنه موسمها الوصفة بسيطة وجد لذيذة. بالنسبة للمقادير نحتاج إلى كمية من اللوبيا الخضراء. بعد ما نكون نظفناها نحينا الرؤوس وغسلناها جيدا كما تلاحظوا. نحتاج إلى كمية من اللحم الأحمر، وممكن نعوضوه بلحم الدجاج. بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح رقيقة وصغيرة، وزوج فصوص ثوم. نحتاج إلى حبة طماطم متوسطة ونص عود قرفة، كمية من الزيت، راس الحانوت، فلفل أسود، ملح، ملعقة كبيرة زبدة، معدنوس مقطع رقيق، وفص ثوم. نضع في طنجرة مقدار ملعقة صغيرة زبدة، نضيف لها الزيت ونخليوها حتى تذوب. بعدها نلوحو الطراف تاع اللحم، وكما قلت لكم ممكن نعوضوه باللحم تاع الدجاج حسب الامكانيات. نحمروه مليح على الوجهين. ونضيفوا البصلة والثوم، الملح، نحركوا جيدا. بعدها نغطيو عليهم ونخليهم يتقلاو على نار هادية. من جهة أخرى نفوروا اللوبيا الخضراء حتى تطيب مليح. هنا البصلة كما تلاحظوا تقلات مع اللحم. نضيفوا ملعقة صغيرة راس الحانوت ورشة فلفل أسود وحبة طماطم بعد ما قسمناها إلى نصفين، والقرفة. بعدها نغطيو عليهم ونخليوهم يزيدوا يتقلاو ويذبالوا مليح على نار هادية. بعد ما ذبالوا كما تلاحظوا طلقت الزيت تاعها، نمرقوا بكاس ما سخون، ما لازمش نكثروا. نغلقوا عليها الكوكوط ونخليوها حتى يطيب اللحم. من جهة أخرى نوضعوا الكمية اللي بقات من الزبدة ونوضعوا معها اللوبيا ماشطو. ممكن تقسموا الحبات إذا كانوا طوال بزاف. نضيفوا فص تاع الثوم المرحي وشوي ملح، ما نكثروش بزاف الملح لأنه لاصوص ديجا مالحة. ونقليوها مليح بهذه الطريقة. بعد 5 دقائق وقبل ما نطفيو النار نضيفو المعدنوس اللي قطعناه رقيق، نخلطوه مليح ونخليوه حتى 2 دقائق، وهكذا اللوبيا تاعنا واجده. هنا الصوص تاعنا جاهزه. نحيو قطع تاع طماطم وكما تلاحظوا لازم تكون عقده. اذا تحبوا تصفيوها ولا تخليوها كما راهي. نوضعوا اللوبيا تاعنا في صحن مع اللحم ونسقيوها بلا صوص ونقدموها مع شرائح تاع الليمون. كانت هذه وصفة اليوم، نتمنى أنها تنال إعجابكم وتجربوها لأنها فعلا لذيذة. وما تنسوش دعمي وتشجيعي باللايكات والتعليقات. في أمان الله.